بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معكم مدام هويدا من مطبخ حبيبه ماما هويدا. النهارده باذن الله حبيت ان انا اشارككم. انا هنا جايبه من عند الجزار طحاله. في ناس كتير بتحب الطحال. احنا كمان بنحبها، فحبيت اوريكم ازاي بننضفها، وازاي تعمليها مسلوقه، ويعني ازاي تجهزيها. انا هنا الطحاله بتجيلك بالشكل ده. انت بتوصي عليها الجزار وبيجيبها لك. احنا بنحبها طبعا مسلوقه ومحمره. ممكن انا هنا هوريكي ان انت ممكن تقشريها قبل ما تسلقيها بالشكل ده، بس لازم تكوني فاهمه لان لو قطعتيها او جرحتيها كده غلط. وممكن ان انت تسلقيها زي ما هي، فانا هسلقها. انا هقشر معاكم حته صغيره. فلما هلاقيها ممكن انها تتجرح مني، طبعا انا مجهزه على النار ميه بغليها. هنا بصوا انا قشرتها كده، هلاقيها هتتقطع مني. لا، انا هسلقها بقى واقشرها. طبعا انت بايدك ان انت تقشريها كده، وبايدك ان انت تقشريها لما تتسلق. فطبعا انا كنت الاول بصراحه بقشرها كده قبل ما اسلقها، بس لقيت ان معظم الشيفات بيسلقوها الاول، فقلت خلاص اعمل زيهم وايه. طبعا انا مجهزه عندي على النار حله. هنا بصوا ابتدت تتجرح مني من الجنب، وده غلط. طبعا انا بقولك الخطأ اللي انا بقع فيه، ده غلط انها تتجرح منك. فبعد كده انا هحاول طبعا اسلقها. بتسلقيها طبعا بتعمليها معاملة اللحمة بالظبط. اهو انا حاولت ان انا برضو ان انا هوريكم ان بس الطرف هو اللي ساعات بيتقطع. انا هنا مجهزة على النار حلة. بوريكم شكلها هنا. بصوا شكلها بيبقى عامل ازاي. هي بتبقى طويلة. طبعا حبايب قلبي اللي ما يعرفهاش، هي بتتجاب من عند الجزار. طبعا اما بتجيبيها بيبقى بالشكل ده، بيبقى عليها طبقة خارجية. لازم نسلقها وبعد كده نقشرها. انتوا شايفين اهو، وشايفين الجزء ده. ده ما اقدرش اشيله دلوقتي. اكتر من ان انا هحطها طبعا على النار بقى بعملها زي اللحمه بالظبط. ميه وبحط فيها بصلايه طماطمايه، ورق لورا، حبهان، وفلفل اسود وملح. وبسيبها تغلي كده، وبعدين بسقط الطحاله واسيبها بقى ايه تغلي. يعني انا بعد كده هشوفها بسيبها تغلي شويه. طبعا انا بوريكم شكلها اهو. بسيبها تغلي يعني حوالي ساعة الا ربع، او اكتر من نص ساعة يعني، لغاية ما بشوفها هي هتستوي معايا امتى. هنا انا بختبرها بالشوكة. انا دلوقتي دخلت فيها الشوكة، لو هي ما طلعتش دم تبقى خلاص استوت معايا. بصوا طبعا المية دي هنرميها، بس هي بصراحة لما بتعمليها معاملة اللحمة بتلاقي ريحتها حلوة جدا. لو انت ما حطيتيش بصل وطماطم والحاجات دي هتلاقي المية ريحتها مش حلوة. انما انت لو انت حطيتي زي ما قلت لك، زي ما بتعملي في اللحمة بالظبط، بتلاقي الطحالة معاكي ريحتها حلوة. انا طبعا المية رميتها خلاص مش محتاجاها. هبتدي اقشرها طبعا بالراحة معاكم واحدة واحدة زي ما انتم شايفين. حبايب قلبي، اتمنى اللي ما اشتركش في القناه اتمنى انه يشترك، ويا ريت تدوسوا على اللايك عشان انتوا كده بتدعموني. انا طبعا بقالي مده كبيره ما نزلتش فيديوهات، عشان كان عندي شويه يعني تعبانه شويه. وطبعا معظم الفيديوهات بنزلها بموسيقى، بس في حبايبي قالوا لي ان الموسيقى طبعا حرام وده ذنب، فانا حاولت ان انا ايه اعمل لكم تاني بصوتي. طبعا انا بقشر يعني. طالما انا سلقتها ما بخافش من حاجه بقى. اشد زي ما انا عايزه واقشرها زي ما انا عايزه. طبعا هي متعبه شويه، عشان اقول لكم يعني في جزء بتلاقوه حلو سلس معاكم، وجزء بتلاقوه صعب شويه. بس في النهايه بتتقشر معاكم. وبتتقطع كويس يعني. بعد ما بتتقشر بتبتدي تقطعيها. طبعا انا بوريكم اهو بصوا. يعني في جزء تلاقوه اتشال كويس جدا، وجزء لا تلاقوه صعب. بس لازم نشيل، يعني لازم نقشر الجزء ده. طبعا انتي بتقشريها طبعا وهي سخنه، ما بتسيبهاش لما تبرد، عشان مش هتعرفي تقشريها بعد كده. واحده واحده كده وبتقشريها. طبعا دي احنا طبعا دي غدوه. احنا بنحط معاها طبعا بنقطع طماطم وخيار ونحمر بطاطس، نعملها سندوتشات. طبعا بتبقى غدوه جميله جدا. احنا بالنسبه لنا احنا بنحبها. طبعا مش سهل تلاقيها عند الجزار، انتي بتوصي عليها. بصوا بتتقشر معايا بالطريقه ازاي. انا بوريكم خطوه خطوه زي ما انتوا شايفين. وطبعا الطبقه اللي كانت مضايقانا دي
طبعا هي خلاص في الشوربة. انا الاول شطفتها وبعدين حطيتها في الشوربة، اللي انا رميتها. طبعا الشوربة مش هتشرب. هبتدي طبعا بعد كده اقطعها. بس هحب اديكم معلومة، لو انتوا فضل معاكم جزء، هي طبعا كبيرة، بترمي معاكي كتير يعني، فممكن تعملي نصها ويفضل نصها. تحاولي ان انت تنشفي الطبق اللي انت هتشيليه فيها التلاجة، لو انت هتستخدميها على طول بعدها. لو انت مش هتستخدميها بعدها، تحطيها في كيسة وحطيها في الفريزر، لان للاسف الطحالة لما بتساب ويجي تحتها مية بتعمل ريحة مش كويسة. طبعا هنا انا اقطع بالسكينة، السكينة معايا مش حامية قوي، هتتعبني شوية. هتقطع قطع تخينة، لكن بعد كده هقصها بالمقص، هتبقى سلسة معايا جدا. طبعا اي حاجة بتيجي في سكتي كده بقشرها. عندنا هنا في البيت بيحبوها محمرة، وبنرشها طبعا بالفلفل الاسود والملح. بتحمريها في الزيت عادي. انا بحبها مسلوقة، يعني في جزء بيحبها محمرة وجزء بيحبها مسلوقة. انا هنا بوريكم، بصوا اتقطعت معايا تخينة، المفروض ان انا اقطعها يعني ارفع من كده بشوية. السكينة هنا مش مساعداني قوي. في البداية بتلاقيها معاكي، الجزء اللي على الطرف ده بتبقى رفيعة. كل ما بتدخلي كده في النص بتبتدي الحجم يتخن معاكي شوية. طبعا في المصمت بيحطوها طبعا مع عزبان ومع لحمة راس والحاجات دي كلها، وممكن بيعملوها مع الكبدة. يعني في ناس أكيلة بتحب الأكلة دي. طبعا البنات الجداد ممكن ما يكونوش عارفينها، انما هي فعلا طعمها بيبقى حلو جدا. ترشي عليها بقى فلفل اسود، ترشي عليها كمون وملح. انا هنا بقطعها لان احنا محتاجين يعني جزء كبير من. زي ما انتوا شايفين انا قطعت منها كمية كبيرة اهي. هوريكم بقى الجزء اللي فاضل ده، هقصه بالمقص. هلاقيه ان بالمقص اسهل. طبعا المقص ده بتاع الاكل، يعني مخصص للاكل. بصوا، يعني حلو جدا فكرة المقص دي. يعني انا تعبت نفسي بالسكينة، وطلع بالمقص بتتقص بسرعة جدا. يعني في ثانية قصتها خلاص. انا هنا اكتفيت طبعا بالجزء ده. بوريكم، بصوا السكينة كانت قطعة تخينة ازاي، وبصوا المقص قطع رفيع ازاي. انا هنا بحاول ارفعها بس هلاقيها ممكن تتعرى مني، فهسيبها. يعني بصوا الواحدة قطعت جزئين. طبعا عشان ترمي معانا كمية كبيرة، هنا انا خلاص استكفيت بالجزء ده، وهبتدي اقليها. هقلي جزء واسيب جزء مسلوق. الحتة اللي فضلت دي انا هلفها واحطها في كيسة في الفريزر، لان انا طبعا مش هستعملها تاني يوم. فبدل ما تعمل معايا زي ما قلت لكم، ساعات لما بيجي عليها مية او تعرق كده لما تشيليها في التلاجة بتعمل ريحة مش حلوة. هنا بصوا حمرته، وحمرت جزء ومع بطاطس محمرة، وجزء ده مسلوق، وطبعا بهرته وعملت طماطم وخيار. وهنا طبعا كنت مخليه لفت. طبعا غدوة حلوة جدا. يعني أكلة تفتح النفس وسريعة، مش هتاخد منك وقت. وقسمتها على مرتين، يعني كده غدوة مرة وفي غدوة مرة تانية. حبايب قلبي، أنا بشكركم. وأتمنى طبعا تدوسوا على اللايك.